السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير بصحه جيده، احوالكم طيبه. كنغبر عليكم مره ولكن مع الوقت اليوم جيت وجبت لكم وصفه جديده دي كاب كيك او بوب كيك اللي كيجيو رائعين. هنا غادي نبداو بجوج بيضات، غادي نخرجوا منهم كاب كيك او بوب كيك. شوفوا معايا الطريقه في الفيديو. غادي ناخذ جوج بيضات، الا كانوا صغار ديروا 3، ولكن الاحسن انا كنستعمل جوج بيضات اللي كيخرجوا لي هذا المقدار كامل من بين البوب كيك والكاب كيك. كاس ديال السنيده مع مرش بزاف باش ما يجيكمش حلوين، عاد كنديروه غير شويه، المهم مع مرش. كاس العنبه بطبيعه الحال، كاس ديال الزيت حتى هو مع مرش، حتى هو بعبار ديال العنبه، واحد القريصه ديال المليحه، وغادي نخلطوا غير بالطراب اليدوي. يعني الفوي ما غاديش يطلب منكم مجهود وساهلين وكيجيو رائعين بطبيعه الحال. دائما كيف ما عودتكم على وصفاتي كيجيو زوينين، وملي كتجربوهم الحمد لله بزاف ديال المتتبعات جربوهم وجاوهم زوينين. صافي هنا كنبقى نطرب بالسكر والبيض وديك القرصه ديال الملحه بالفوي، يعني ما بلا ما ديروا طراب الكهربائي، الطراب اليدوي. صافي غادي نبدا نزيد الزيت كما قلت لكم، كاس مع مرش عبار العنبه، ونخلط. هنا غادي نحتاجو في هذا العجين جوج بيكين باودر، واحد ساشي سكر فاني اللي نسيت ما درتو معكم دابا ولكن راني زدتو، راه هو حاطه ولكن زدتو. غادي نزيدو كاس مع مرش ديال الحليب، الحليب عادي بدرجه حراره المطبخ، يعني ما بارد ما دافي عادي، كاس حتى هو مع مرش. وصافي دابا غادي نبدا نزيد في الدقيق. صافي هنا بالنسبه للدقيق غادي تشوفوا عينكم ميزانكم، ما تكونش ثقيله ما يكونش جاري، يعني الطياب ديال الكيكه، المقدار اللي كديروه في الكيكه ديروه هنا. صافي غادي نبقى نخلط مزيان حتى يتجانس ليا كلشي، يتجانسوا ليا جميع المكونات. صافي دابا غادي نزيدو الخمارات جوج بيكين باودر، وغادي نحتاجو حتى سميتو الكاكاو. بالنسبه للكاكاو باش يغير لينا اللون، الا بغيتو تخليوهم بهذا اللون يعني ما ديروش كاكاو خليوه، لكن انا درت واحد ساشي كاكاو باش نغيروا اللون. صافي هنا زدت واحد شويه ديال الدقيق وغادي نخلط كلشي. صافي هنا غادي نقسم الخليط، شويه غنديرو في الكويرطات ديال الكاب كيك، واللي ما تبقى لينا غنزيدو عليه كاكاو، وغنديروه في البوب كيك. كما قلت لكم جوج بيضات كيخرجوا لكم 12 قطعه ديال الكاب كيك، والبوب كيك راه كيخرجوا حتى هما واحد 10 ديال العويدات ديال البوب كيك. مهم كميه زوينه ومقدوده، يعني كتجي زوينه في الحطه. هنا غادي نحتاج كيف ما شفتوا هاد الكويرطات، انا درت هاد الديزاين ديال كارس حيت كان عندي عيد ميلاد، درت الديزاين كله كارس. خديت هادو ديال كارس، تقدروا تاخذوا اللي بغيتو، والعويدات خديت هادوك زرقين باش يتمشاو ليا مع الطيم اللي غندير. صافي هنا غادي ناخذ كما شفتوا هذوك الكويرطات، وغادي نبدا نحطهم ونبدا نعمر فيهم. تقدروا ديروا بالنسبه للمقدار اللي غديروا فيهم، ديروا فيهم 2 معلقات حتى 2 معلقات ونص. بغيتوهم طالعين مزيان ديروا 3 المعلقات كبار من الخليط في هذوك ديال الكاب كيك. صافي هنا غادي نبدا نهز ونعمر كيف ما كتشوفوا عادي. الفران غنطيبوهم على درجه 180، نردوا معاهم البال. صافي ملي نجبدوهم عاد غادي تشوفوا معايا الكريمه اللي غادي ندير فيهم. صافي شفتوا المقدار اللي درت، غادي نكملهم
كاملين. والخليط اللي غيبقى ليا، هاد الكميه اللي بقات ليا من الخليط زدت فيها واحد ساشي كاكاو كما قلت لكم باش نغيروا اللون. بطبيعه الحال غادي نغربلوه باش ما يجيش لينا فيه دوك الحبيبات. ضروري الكاكاو او البيكين باودر يتغربلوا. فغادي نخلط وغادي ناخذ شي مول ديال الكيك صغير اللي عندكم، غادي تديروا فيه هذا الخليط وغتدخلوه معاهم في نفس الوقت. غيطيبوا كلهم طياب الكيك. صافي انا هنا جبت المول، خديت المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. انا عندي هذا المول هو الصغير عندي، خويت فيه هذا الخليط وان شاء الله غادي ندخلهم الفران. ومني غادي يخرجوا تشوفوا الطريقه كيفاش كيجيو. كما شفتوا جوج بيضات كيخرجوا لنا هادشي كامل. صافي هنا غادي ندوزو لا الكريمه اللي غادي نطلعوا. هنا خديت هذا الموس شوكولا، نتوما خذوها بغيتو ديروها فاني وديروا فيها يعني الملون اللي بغيتو، تقدروا ديروها فريز، المهم اللي بغيتو تقدروا ديروها. انا خديت هذا الباكيه ديال العموس شوكولا درتها كامله، ولكن بطبيعه الحال تكون بارده شويه. انا كنديرها في الثلاجه الكونجيلاتور تبرد واحد شويه. هادوك الرؤوس ديال الباطور حتى هما كنبردهم باش يطلع لي داكشي بسرعه وما تهبطش ليا الكريمه. والحليب عندي كاس العلبه عامر حليب بارد، يعني الحليب يكون بارد باش تطلع لكم الكريمه. صافي غادي نطلعها بالباطور. هنا ما غاديش نوقف لكم الفيديو، غنخليكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش كتطلع دغيا وبسهوله. كنكتفيو غير بكاس واحد ديال الحليب، ولكن كما قلت لكم يكون بارد. صافي هنا شفتوا لاموس ديالنا طلعت تبارك الله ما شاء الله، راه كتطلع يعني كتجي زوينه. كما قلت لكم تقدروا ديروها فاني وديروا فيها الملون. انا اختاريت هذه موس شوكولا، ما غندير فيها هنا لا ملون لا والو. صافي دابا غادي نغطيها بسلوفان ونخليها على جنب. هنايا بالنسبه لي كاب كيك ها هما طابو، شفتوا كيفاش كيجيو زوينين وكيطلعوا ما شاء الله. ها هما دابا غناخذ لاموس الكريمه اللي طلعت غادي نديرها في البوش وغادي نبدا نزوق كيف ما بغيت. انا درت هذه الطريقه هذه. بالنسبه للكيك ما تبقى لينا اللي غنديرو في البوب كيك، شفتوا راه الكيك جات هي هذيك، راه هي تجي زوينه. غناخذها حتى هي وتكون الطريقه اللي غندير فيها. صافي هنا غنعمرهم كاملين بلا كريم. شفتوا كيجيو زوينين وحلوين حتى في المنظر. صافي هنا بالنسبه للكيك كتاخذوها كتفرتوها. الكيك اللي صوبنا عادي شفتوا غنفرتوها. غنديروا واحد نص كاس ديال الحليب باش نجمعوا. تقدروا ديروا حليب، تقدروا ديروا دانيت شوكولا اولا كراميل، تقدروا ديروا الكريمه السائله حتى هي بطبيعه الحال الا بغيتوا ديروها. انا درت هنا غير نص كاس ديال الحليب باش غادي تجمع ليا، وغادي نبدا نكور فيها ونديرها في العويدات. صافي شفتوا انا درتها شكل دائري. غادي ندير العويدات نغطسو واحد شويه في الشوكولا باش تدخل لينا في هذيك الكيك ويلصق لينا. صافي غادي نغمسها في الشوكولا ونحط على جنب.
كيفاش كيجيو. انا غادي نزينهم هذوك الحبيبات عندي كنت واخداهم تقدروا بزاف هادشي ديال الزين كاين عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات، داكشي متوفر بزاف. انا عجبوني هادوك كانوا عندي ودرتهم فيهم الوان زوينين صفافر هذوك الالوان زوينين درتهم حبيبات بحال هكا صافي. غادي نخليهم في الثلاجه حتى يشدوا راسهم مزيان ويتلصق ديك الشوكولا على الكيك، وان شاء الله غادي تشوفوهم في طبق التقديم. شفتوا كيفاش كيجيو زوينين ومنظر زوين. صافي هنا نكمل نفس الطريقه. هنا شفتوهم حطيتهم وهذا هو الشكل النهائي. ها هما لي بوب كيك كيجيو رائعين بشوكولا، ولي كاب كيك زينتهم بلي سوريز او حب الملوك كيجيو رائعين هما شكلا ومذاقا. ان شاء الله ملي غادي تجربوا كل شيء غادي يعجبكم. ما تنساوش لي لايك واشتراك في القناه، واستودعكم الله.